السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، متابعينا من كل مكان. ازيكم؟ النهاردة عملت لكم البسبوسة اللي حضراتكم طلبتوها، طرية وسهلة جدا ومتماسكة، احلى من بتاعة المحلات، جميلة جدا. يلا بينا نسمي الله ونشوف عملناها ازاي. نص كيلو سميد البسبوسة. السميد يا جماعة هاتيه من عند العطار، حطي ايدك فيه كده، لو لقيتيه مفيهوش حبيبات ومليان دقيق يبقى ده مش مظبوط وهيبوظلك البسبوسة. معلقة ونص عسل نحل، نص كوباية سكر، علبة زبادي، نص كوب سمنة. هضيف السمنة على السميد بتاعي بالشكل ده، وهبس البسبوسة، هبسها بإيدي. والبسبوسة يا جماعة ما بتتعجنش، مجرد بس ما تبسي السمنة، يعني تغلفي السمنة في الدقيق البسبوسة بتاعك، كده خلاص، ما تحطيش ايدك فيها تاني. اه، هبسها بس بالمعلقة وبعد كده هبسها بإيدي، هلم السمنة كده وهضيف السكر. هنزل بإيدي كده اهو، مجرد بس هغلف البسبوسة بتاعتي بالسمنة، هغلفها كويس. بسبوسة الناس بتخاف تعملها علشان اوقات بتطلع مش حلوة. مجرد ما تغلفي السمنة اهي، بسبوسة بالسمنة كده بالطريقة، خلاص ما تحطيش ايدك فيها تاني بقى. اهم حاجة دي البسبوسة يكون حبيبات، ما يكونش منضاف عليه دقيق، منضاف عليه اي حاجة تانية، هتطلع البسبوسة معاكي مش حلو. غسلت ايدي، هضيف بقى علبة الزبادي اهي، هنزل بيها على البسبوسة. هنزل بمعلقة ونص عسل نحل، بديل عسل النحل عسل جلوكوز يا جماعة، بس انا بفضل عسل النحل، بيوديها في حتة تانية خالص، بيخليها روعة جميلة جدا معاكي. هقلب اهو، ما حطيتش ايدي خالص، هقلب بس بالمعلقة. افضلي قلبي كده وما تمليش وما تعجنيهاش، ما بتحبش العجن. مجرد بس ما المكونات تتداخل في بعضها كويس جدا، خلاص شيل المعلقة بقى وكده هي تمام معاكي. هجيب بقى صينية مقاس 24، عايزة تحطيها في صينية أكبر مفيش مشكلة، هنزل فيها بمعلقة سمنة، بس أنا عشان بحبها عالية فعملتها في صينية صغيرة. أغلف كده الصينية بتاعتي، وبعدين هنزل بالبسبوسة اهي بالشكل ده، هوزعها بقى بالصينية كويس اهي بالشكل ده. هجيب بقى حاجة صينية قدها او اصغر شوية، هضغط علشان اسوي البسبوسة بتاعتي، ما تبقاش حتة عالية وحتة واطية، كلها سوا واحد. هاجي بقى من الجناب هسوي بمعلقة كده علشان ما تتحرقش مني اهو بالشكل ده.
علشان ما تتحرقش مني من الجناب وتبقى ايه محروقه كده في الصينيه، يبقى شكلها بايخ قوي. هنا انا حطيت معلقه سمنه من تحت، ليه؟ علشان ما تلزقش في الصينيه، تطلع معايا حته واحده حلوه كده. امسح بقى السمنه على الحروف الصينيه كده علشان ما تتحرقش، يبقى شكلها وحش قوي كده. تمام. هاجي بقى على الرخامه كده، هخبطها بالطريقه دي اهو، بالشكل ده، عشان اخرج اي هوا دخل فيها. شايفين انا خبطت كام خبطه؟ اخبطي بالراحه كده اهي، بالشكل ده. ادخلها على الفرن على درجه حراره 200. هاجي بقى للعسل بتاعها او الشربات، كوبايه ونص سكر. عايزه تزودي زودي، بس ما تقليش عليهم كوبايتين ميه، ودول ما بيتغيروش. كوبايه ونص سكر عليهم كوبايتين ميه، عليهم نص عصره ليمونه، نص ليمونه. موضوع سهل جدا. الشربات هنا عايزينه خفيف وسخن، خفيف وسخن. هقلب السكر بتاعي علشان ما ينفعش احط فيه المعلقه وهو سخن او وانا بعمله. هدوبه كويس. هجيبه بقى هنا على البوتاجاز. انا لسه ما شغلتش النار، خلاص كده انا شلت المعلقه، مش هحطها تاني. يغلي معاكي غلوتين 3 كده، انا مش عايزاه تقيل، عايزاه خفيف وسخن جدا. اشيل بس الريم كده، شلت الريم كده. تمام معايا اهو، غلى معايا كام غلوه كده، ما فصلتش اهو. طفيت عليه، شايفينه خفيف ازاي؟ عايزاه سخن جدا للبسبوسه. هضيف بقى معلقه سمنه او نص معلقه، هقلبها بالشكل ده اهي. معايا سخن ازاي الشربات. خرجت بقى البسبوسه من الفرن، بقت معايا بالشكل واللون الجامد ده اهي. هنزل بقى بالشربات سخن والبسبوسه سخنه. شايفين بتشرب بسرعه ازاي كده؟ هي ممتازه معايا وناجحه جدا. بصوا بتشرب ازاي الشربات، ما شاء الله، جميله جدا اهي. موضوع سهل جدا. انا عايزاها بقى تشرب الشربات اللي معايا كله عشان تبقى معايا كده طريه وجميله اهي. ما تقلقيش، كل ده هيتشرب، يعني الزياده اللي فوق ده كله هيتشرب. تمام. اوزع شربات كده عشان تتشرب كلها زي بعضها. هجيب بقى حاجة، صينية عندي، غطا اي حاجة، هغطيها لمدة 10 دقايق على ما تشرب كل الشربات اللي انا حطيته. بقت معايا بالشكل ده، قطعتها بقت معايا بالمنظر الجامد ده، بالشكل التحفة ده، والطعم روعة بجد. بتمنى يكون الفيديو بتاعي عجبكم. متنسوناش في اللايك والشير والسبسكرايب. متنسوش تشتركوا في القناة وتفعلوا الجرس عشان يوصل لكم كل جديد. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.